في بعض الأوقات ممكن تحصل لك مواقف غريبة جدا، بس مش أكيد أغرب من اللي هتشوفه معايا النهاردة. والأجمل إن كل المواقف دي تم تصويرها بالكاميرات. أنا محمود المغربي. ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. تبقى قاعد في أمان الله بتفكر في مستقبلك، وفجأة تجيلك إشارة إن مستقبلك هيبقى منيل بنيلة. الكاميرات هنا لو ما كانتش سجلت اللي حصل مستحيل حد كان هيصدق. أنا شخصيا ما كنتش هصدق. يا ابن اللعيبة، لا جامدة بصراحة. الثقة اللي عند البنت دي هتوديها في داهية. شايفة الفيضان قدامها وبرضه مصممة تكمل، وكأنها بتعاند نفسها. أدي آخرة الثقة الزيادة. بجد تستاهل اللي حصل لها. والمصيبة إنها لسه مكملة وكأن مفيش حاجة حصلت. أخينا ده كان بيصور الجماعة دول علشان يعملوا إعلان للبيتزا، بس اللي حصل كان حاجة تانية خالص. الله ينور عليك يا كبير. وهنا بقى لما تعرف إن المرتب نزل والبنك خلاص بيقفل، بتعملوا إيه؟ ده أنا ما صدقت إن المرتب نزل. أخينا ده يا عيني ما كانش عنده أي فكرة عن اللي هيحصل له. البس يا معلم. تبقى فايز وفرحان جدا، بس مش للدرجة دي. ده انت عملت للمدرب بتاعك اعادة ضبط مطر. الراجل ده والكلب بتاعه واضح ان بينهم تفاهم مش عادي. مش قلتلكم متفاهمين جدا. لما تحب تساعد بس تطلع نحس. مع السلامة انت. المهم العربية. الناس حبايب قلبي اللي لسه مكملين معايا مش هتخسر حاجة لو عملت لايك للفيديو واشتركت في القناة وصليت على الحبيب. البنت الصغيرة دي من كتر ما باباها عمال يشجع فيها الحماس زاد معاها جامد. عدت خط النهاية ومش عايزة تقف. ادي اخرة السهر طول الليل. العامل ده هيتسبب في كارثة دلوقتي. الشخص ده كان حلمه الوحيد يجيب جهاز بلاي ستيشن جديد، ومن الفرحة بدأ يعيط. العامل اللي كان موجود حب يواسيه. ادي اخرة اللي يسمع كلام صاحبه علشان يصوره. البنت دي كانت بتحاول تعمل مقلب في ابوها، بس طلع معدل ذكائه اقوى بكتير. هو انت تاني؟ يا رب تركز المرة دي بقى. يخرب بيتك، الواد ده لو قعد شوية كمان هيبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظة اصلا. اهو ده بقى النحس لما يكون مش عاوز يسيب صاحبه. مين بقى اللي قال ان السلاحف مش ذكية؟ بص السلحفة العبقرية دي علشان تهرب قبل ما صاحبها يرجع عملت حركة ولا اذكى منها. عم الحاج ده شكله فاهم موضوع السلامة بطريقة تانية خالص. الله ينور عليك، اهو كده تمام. اخينا ده وهو بيلعب مع فريقه شاط الكرة بالغلط وفكر نفسه جاب جول. لا وكمان قلع الفالنة. يخرب بيت دماغك، اديك لبست في انذار محترم. حد يفهمني العربية دي هنا بتعمل ايه؟ طلعت ازاي اصلا؟ والسواق ماشي بيها بالطريقة دي كأنها حاجة عادية؟ ده شكله دماغه في حتة تانية خالص. اخينا ده بيستعرض خدمة التوصيل السريع باسلوبه الخاص. والحمد لله وصل بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا كبير. تخيل لما يكون ده اول يوم ليك في الشغل ويحصل معاك الموقف ده. اكيد بعد اللي حصل ده يا تدفع تمنها يا تترفد رسمي، مفيش حل تاني. التروسيكل ده واضح ان ما بيحبش النظافة خالص. المشكلة ان عارف الطريق بالظبط. ده شكله ملبوس ولا ايه؟ عربية البلدية مش بس خدت الحمام، لا ده كمان خدت الراجل بنفسه. الناس دي بصراحة شايفة شغل الراجل ده والوزة بتاعته بينهم حب ومودة مش طبيعية. شوفوا هنا لما حاول يبعد عنها رد فعلها كان حاجة تانية خالص. العش اللي قدامكم ده مش بتاع نحل عسل، ده بتاع الدوابير الحمراء. شوفوا حجمه عامل ازاي والهندسة العجيبة اللي عملوا بيها العش ده. سبحان الله بجد شغل ابداع.
الشخص ده واقف بيشرح لاخينا ده ازاي يعمل قفزة محترمة، والتاني حب يعرفه بتتعمل ازاي. الله عليك، يا ريتك ما عملت حاجة اصلا. شوف هنا عملية السرقة اللي القطة دي بتحاول تعملها. عندنا القطط ما بتفكرش، بتخطف وتجري على طول. الراجل كان راكن الموتوسيكل ومجنزره كمان، رجع ملقاش غير الشلتة. ربنا يكون في عونك يا نجم. $3 لا بجد والله يا ابني، انت تستاهل الكرة الذهبية. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.